حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم في اول فيديو على قناتنا الجديده على اليوتيوب، قناه المو. ولو انت اول مره تشوفنا فما عليك غير الاشتراك، ولو انت اصلا مشترك في القناه فيا ريت ما تنساناش باللايك وبالكومنت الجميل بتاعك. اول حلقاتنا على القناه النهارده هتبقى سكواد نادي الزمالك للموسم القادم 2025 2026. بما ان خلاص الميركاتو بالنسبه للنادي الزمالك شبه خلص رسميا، فاحنا النهارده هنستعرض مع بعض القائمه الكامله لنادي الزمالك للموسم القادم، وهنشوفها مع بعض اذا كانت تمام ولا اي كلام. طبعا زي ما كلنا عارفين ان جون ادوارد من ساعه ما مسك المدير الرياضي لنادي الزمالك وهو نسف تقريبا نص سكواد نادي الزمالك بتاع السنه اللي فاتت، ودخل نادي الزمالك 10 صفقات جديده ما بين محترفين اجانب وما بين لعيبه محليين. وانا النهارده جايب لك القائمه كامله وهنفصصها مع بعض انا وانت واحده واحده، وهنشوفها اذا كانت تمام ولا اي كلام. هنبدا يا سيدي بمركز حراسه المرمى، اللي انا واحد من الناس شايفه عادي زي ما كل حراس المرمى في الدوري المصري عاديين، لان زي ما انا ما قلت قبل كده كل حراس المرمى المصريين هم مستواهم متقارب ما بين مستوى متواضع ومستوى متوسط. حتى محمد الشناوي اللي بيعد وبيقولوا عليه ان هو افضل حارس في مصر وحارس مصر الاول، النهارده الكوارث بتاعته خلت جمهور النادي الاهلي نفسه يهاجمه. وده باختصار يا صديقي ان مصر من ساعه ما عصام الحضري اعتزل وهي ما جابتش عصام الحضري جديد، وبما ان اللوائح المصريه بتمنعك كنادي انك تجيب حارس مرمى اجنبي، وده قانون قديم بسبب الحفاظ على المركز يعني عشان خاطر منتخب مصر، فبما انك مضطر لحارس مرمى مصري فزي ما قلت لك هم كلهم شبه بعض. تعال نخش على مركز حراسه المرمى في نادي الزمالك اللي بيضم 4 حراس، 2 منهم خبره وسنهم كبير زي المهدي سليمان ومحمد عواد، بالاضافه لحارس دولي شاب وهو محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الاولمبي وللشباب، وزود عليهم كمان حارس المرمى الصاعد محمود الشناوي اللي قدم مستويات كويسه الموسم اللي فات واللي هيستفاد كتير قوي من ال3 حراس اللي معاه. انت معاك 2 حراس مرمى خبره ومعاك حارس مرمى شاب ودولي، ومن خلال متابعتي لمحمود الشناوي الموسم اللي فات فهو حارس مرمى صاعد ومبشر بالخير. فبالنسبه لمركز حراسه المرمى في النادي الزمالك عندك فهو متوسط زي ما كل انديه مصر مركز حراسه المرمى فيها متوسط. تعال بقى نخش على السرد باكات. النادي الزمالك حاليا بيمتلك 4 مساكين، وانا من وجهه نظري شايف النادي الزمالك حاليا بيمتلك خط من اقوى خطوط الدفاع في الدوري المصري ان لم يكن اقواهم، لان باختصار يا صديقي انت عندك 4 مساكين على اعلى مستوى، 2 منهم موجودين بالفعل وهو حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش. طبعا حسام عبد المجيد كلنا لاحظنا تطور الاداء بتاعه خلال الموسمين اللي فاتوا، ومحمود حمدي الونش ده الخبره كلها حدث ولا حرج. وعندك مساك محترف موجود معانا برده من الموسم اللي فات وهو صلاح مصدق. صلاح مصدق اللي من وجهه نظري انا شايفه اتظلم جامد الموسم اللي فات مع بيسيرو، وانا شايفه مدافع عالي جدا وشايفه هيبقى من الاثنين الاساسيين الموسم اللي جاي. بالاضافه عليهم بقى الوافد الجديد محمد اسماعيل. محمد اسماعيل هو مدافع من الطراز اللي ما بيجيش في مصر غير كل فين وفين، لان باختصار يا صديقي محمد اسماعيل من المدافعين النوادر في مصر اللي بيلعبوا بمخهم قبل عضلاتهم، لعيب عنده كوره وهادي وراسي وبيعرف يطلع بالكوره، وانت في مصر حاليا ما عندكش مدافع بيعرف يطلع بالكوره من بعد ما محمد عبد المنعم احترف. انما اللي ما شافش فيديوهات محمد اسماعيل في ناديه القديم فيروح يبص عليها هيلاقيه مدافع راسي وبيلم المهاجمين وبيطلع بالكره لحد نص الملعب وممكن يبدا لك هجمه كمان، وانا واحد من الناس متوسم خير جدا في محمد اسماعيل. طبعا كان معاهم واحد خامس وهو مصطفى الزناري، ولكن في اخبار كتير بتقول ان هو رايح البنك الاهلي. والله بقى راح البنك الاهلي الميركاتو ده، راح الميركاتو اللي جاي. انا بالنسبه لي مصطفى الزناري مش مسبب لي ازمه، لان انا عندي 4 سردباكات على اعلى مستوى بيتنافسوا على المركزين، فانا بالنسبه لي بصراحه خط الدفاع راضي عنه تمام الرضا. نيجي بقى لمركز الباك الشمال. حرفيا النادي الزمالك بيمتلك افضل 2 باك شمال موجودين في مصر، وهو محمود بن تايج اللي بيعيش اعلى مستوياته، واحمد فتوح اللي ان شاء الله يرجع لمستوى تاني. احمد فتوح اللي لو عقل كده وركز وفكر في الكوره بس هيرجع تاني افضل باك شمال في مصر، وان شاء الله باداره الكوره الجديده والاداره الفنيه الجديده ومدير الكوره الجديد ان شاء الله احمد فتوح هيرجع لصوابه، لان صدقني احمد فتوح لو رجع لصوابه فانت حرفيا عندك افضل 2 باك شمال في مصر. ولو مش مصدقني بص على المنافسين، عندك النادي الاهلي بيدور على ضلته في علي معلول لغايه النهارده، بالاخص ان يحيى عطيه الله ما قدمش اوراق اعتماده، بالاخص انه جاي بعده اسطوره زي علي معلول فبيتقارن بيه. وعندك الناحيه الثانيه نادي بيراميدز اللي ما بيمتلكش غير محمد حمدي، اللي من وجهه نظري شايفه مش باك شمال اساسا. محمد حمدي ما هو الا آلة حرب عماله تجري في الملعب، واخد الخط رايح جاي اللهم صل على النبي عليه صحه كده، بس لا بيديك عرضيات ولا بيعرف يدافع ولا هو باك شمال اساسا. فبالنسبه لنا لما نادي الزمالك يبقى عنده 2 باك شمال زي بنتايج وفتوح فانت فعلا بتمتلك افضل 2 باك شمال موجودين داخل الدوري المصري. نيجي بقى لمركز الباك اليمين، الازمه التاريخيه في تاريخ مصر. الباك اليمين ده طول عمره شحيح، طول عمره ما فيهوش لعيبه، يعني روح اسال كده اي حد مين هما افضل 5 باك رايت في تاريخ مصر والله ما هيعرف يلم لك 5 اسماء على بعض. وعلى فكره المركز ده مشكله في مصر وخارج مصر كمان، بص على المركز ده في اي حته في العالم هتلاقيه شحيح بالمواهب. اما بالنسبه لنا احنا كنادي الزمالك فاحنا عندنا واحد زي عمر جابر من وجهه نظري باللي قدمه الموسم اللي فات واللي قبله فهو افضل باك رايت موجود حاليا في الساحه المصريه.
ولكن المشكله انه ملوش بديل، بس دي برضو مش مشكله وهرجع واقول لك ليه. ده يا سيدي لان انت عندك اكتر من لاعب بيقدر يحل ازمه في المكان ده، لان مكان الباك رايت ده مش معضله ان اي لاعب بيعرف يلعب برجله اليمين هيلعب فيه. وانت عندك 2 لعيبه يقدروا يحلوا محل عمر جابر لو لا قدر الله حصل حاجه، وهما يا سيدي محمد شحاته اللي في مركز الباك رايت ما بيديش زي نص الملعب، بس هو بيحل لك ازمه في عدم وجود عمر جابر. وعندك لاعب تاني زي صلاح الدين مصدق يقدر يلعب باك رايت مرتاح، لانه لعيب كورته حلوه وبيعرف يرفع اوفرات كويسه ولعيب الى حد ما سريع نسبيا. في حته مركز الباك رايت انت ما عندكش غير باك رايت واحد بس، صدقني مفيش ازمه منه، بالاخص ان انا عرفت ان نادي الزمالك بيتفاوض مع احمد عيد لاعب النادي المصري. بنسبه كبيره هو مش هيجي في الميركاتو ده، بس انا سمعت ان نادي الزمالك عنده اصرار كبير انه يضم اللاعب سواء كان الميركاتو ده او الميركاتو اللي جاي. وانا من وجهه نظري مع جدا فكره ضم احمد عيد، لان زي ما قلت لك المركز ده شحيح بالمواهب، وعلى الساحه حاليا مفيش احسن من احمد عيد انه يكون بديل لعمر جابر او ياخد من خبراته او يكمل المشوار من بعده. فاحنا كده خلصنا مركز خط الدفاع كامل، ومن وجهه نظري الشخصيه انا راضي عنه تماما سواء كان بالسردباكات او بالباكات. نخش بقى على مركز وسط الملعب، واللي انا عايز اقوله ان اللي ولف توليفه نص الملعب اللي موجوده حاليا في سكواد نادي الزمالك ده راجل معلم. ده باختصار يا صديقي ان انت عندك 9 لعيبه في نص الملعب، وانت عندك 3 مراكز في نص الملعب، المركز 6 والمركز 8 والمركز 10. لاول مره بشوف النادي الزمالك فيه 3 لعيبه بيتنافسوا على كل مركز من دول. باختصار يا صديقي لان انت عندك في المركز 6 دونجا واحمد ربيع ومحمود جهاد، وعندك في المركز 8 محمد شحاته وسيف جعفر ومحمد السيد، وعندك عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر، ودي لعيبه بتلعب مركز 8 ومركز 10. يعني انت عندك في كل مركز في نص الملعب 3 لعيبه بيتنافسوا عليه، وده اللي لساني دلدل عليه طوال الموسم اللي فات. طول الموسم اللي فات بقول يا جماعه عايزين تنافسيه على المراكز، لازم يكون في لعيب واثنين وثلاثه في كل مركز عشان كل لاعب فيهم يطلع افضل ما عنده. لما يبقى في 3 بيتنافسوا على المركز فكل لاعب هيغير من التاني، وكل لاعب هيغير على انه عايز يكون موجود في القوام الاساسي، فبالتالي كل لاعب هيخرج افضل ما فيه. فانا بالنسبه لي كده مركز نص الملعب 10 على 10 ومتعشيه. نيجي بقى لمركز الهجوم، وده كان له نصيب الاسد من الميركاتو السنه دي. اول حاجه يا سيدي عندنا هما الاجنحه. عندك يا سيدي في مركز الاجنحه اليمين والشمال شيكو بانزا، ادم كايد، عبد الحميد معالي، احمد شريف، وخوان الفينا البرازيلي، ده باضافه الى ايشو اللي موجود عندنا اصلا. يعني برضو عندك في مركز الاجنحه في 3 بيتنافسوا على اليمين و3 بيتنافسوا على الشمال. ولو انت مش مقدر يعني ايه عندك 3 اجنحه بيتنافسوا على المركز ده، فاحب افكرك ان الموسم اللي فات احنا ما كانش عندنا غير مصطفى شلبي، فلما يبقى عندك 6 اجنحه بيتنافسوا هيحصل نفس اللي بيحصل زي ما قلت لك في خط النص، هيحصل تنافسيه عاليه، هيحصل ان كل لاعب هيخرج افضل ما فيه. وما تحكمش على الاسماء الموجوده حاليا لان مفيش حد فينا شاف الاسماء دي بشكل كامل، ولكن فكرني كده من امتى اي لاعب جه نادي الزمالك كان جاي نجم اساسا؟ نجوم الدوري المصري حاليا اللي طالعين من نادي الزمالك كلهم ما كانش ليهم اسم قبل ما يجوا نادي الزمالك. اما بقى اللي بيقول لك حاليا دي صفقات كسر وصفقات تعبانه، اقول له طب ما تريلش عليهم في نهايه الموسم لما يبقوا نجوم، والامثال كتير عندنا يعني. نخش بقى على مركز المهاجم، وده المعجنه. مركز المهاجم الصريح يا سيدي ما بيتنافسش عليه لا 2 لعيبه ولا 3 لعيبه ولا 4 لعيبه، ده بيتنافس عليه 5 لعيبه، اللي هم يا سيدي عمر فرج وناصر منسي وسيف الدين الجزيري وناصر وعدي الدباغ. واكتر 2 انا متفائل بيهم في المركز ده هما الفلسطيني عدي الدباغ وعمرو ناصر، ده بخلاف طبعا ناصر منسي اللي مقدم موسم السنه اللي فاتت ولا اروع. بس انا من وجهه نظري هيبقى في شراسه من الثلاثي ده على المركز ده، سواء عدي الدباغ او عمرو ناصر او ناصر منسي. اما بقى يا سيدي عن عمر فرج وسيف الدين الجزيري فالله المستعان، لسه مش عارفين هنعمله فيهم ايه. اما عن نفسي اللي متفائل بيهم خير في الخط ده فهو عمرو ناصر وعدي الدباغ. عدي الدباغ اللي جون ادوارد جايبه ب 350 الف دولار، المهاجم الاساسي لمنتخب فلسطين ونجم منتخب فلسطين جاي ب 350 الف دولار، يعني تقريبا باقل من العموله اللي خدها ابو زيزو. ونيجي هنا بقى لصاحب الفضل الاول في السكواد اللي انت شايفه ده، وهو جون ادوارد. جون ادوارد يا سيدي اللي مسك نادي الزمالك من حوالي 3 شهور وعمل سكاوتنج ونزل السوق المصري، لقى البضاعه غاليه والكواليتي اي كلام. من الاخر كده نزل السوق المصري لقى الشيكال بسعر الاستاكوزا، ده بخلاف كمان ان 70% من انديه الدوري المصري ما بترضاش تبيع لك لعيبه اساسا، وطبعا انا وانت عارفين دي اوامر مين. وطبعا اخر تجربه بالنسبه لنا هي تجربه حامد حمدان مع رئيس نادي بتروجيت، واللي انا حابب اقول له من هنا خليه عندك، واحنا كده كده في يناير هناخده ببلاش، لان انت في الوقت الحالي ما بتتعاملش مع حسين لبيب ولا احمد سليمان، انت بتتعامل مع جون ادوارد، راجل شارب الشغلانه دي وجايبها من تحت، فصدقني اللي زقك على الراجل ده سوحك. فحامد حمدان مش هتديهولنا دلوقتي بفلوس، هناخده في يناير ببلاش. فجون ادوارد عمل فكره خارج الصندوق تماما، انتم مغليين في لعيبكم وحاطين اسعار فلكيه في لعيبه ما تسواش 3 ابيض، فالراجل خرج بره، بدليل ان نادي الزمالك حاليا عنده 9 لعيبه اجانب. ازاي ده حصل؟ تعالى وانا اقول لك. انت يا سيدي عندك 5 لاعبين مقيدين كاجانب بالنسبه للوائح بتاعه الدوري المصري، وهما يا سيدي صلاح الدين مصدق، بنتايج، شيكو بانزا، خوان الفينا والجزيري. امال فين ال4 التانيين؟ برضو تعالى وانا هقول لك.
الاربعه التانيين يا سيدي الفضل فيهم يرجع للبند اللي في اللائحه اللي بيقول اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعب محلي. وراح جون ادوارد يا سيدي جاب 3 لعيبه فلسطينيين او 2 وفي واحد اصلا كان موجود عندنا، وهما يا سيدي ادم كايد وعدي الدباغ وعمر فرج. ده بجانب لاعب تحت السن وهو الموهبه المغربيه عبد الحميد معالي. عبد الحميد معالي احد ابرز مواهب المغرب اللي بيبلغ من العمر 19 عام وبكده بيتقيد تحت السن. فاصبح دلوقتي نادي الزمالك بيمتلك 9 لاعبين اجانب، وبيتهيألي ان الراجل ما عملش حاجه غلط، طالما المحلي مضروب وغالي فاروح اشتري من بره رخيص ونضيف. بس المشكله بقى يا صديقي ان في حمله بدات تظهر اليومين اللي فاتوا دول، وهو يا سيدي ان مهيب عبد الهادي رفع على صفحته ان نادي الزمالك بيمتلك حاليا 9 لاعبين اجانب. يجي وراه خالد طلعت ويقول لك ان نادي الزمالك حاليا بيمتلك 9 لاعبين اجانب وفي 10 جاي في السكه، وبكده نادي الزمالك ممكن يلعب بسكواد كامل من الاجانب. يعني استاذ خالد طلعت بيستكمل كلام مهيب عبد الهادي وبيقول لك ان نادي الزمالك ممكن يلعب ب 10 لعيبه اجانب وجون مصري. لك ان تتخيل ان خالد طلعت ده الجهبذ بتاع قناه ام بي سي مصر اللي بيوقفوه قدام شاشه ويقعد يقول لهم الاحصائيات ويقعد يحلل لهم المطوشه. طب انا يا استاذ خالد يا طلعت عايزك تفسر لي ازاي نادي الزمالك هيلعب ب 10 لاعبين اجانب، وتعالى نحسبها مع بعض، ولو انا غلطان يا عم ليك الحق عندي. يعني انت دلوقتي عندك مركز حراسه المرمى مكون من 4 حراس مصريين، فكده كده مركز حراسه المرمى مكون من لاعب مصري. المساكين انت عندك 4 مساكين ما فيهمش الا لاعب واحد بس اجنبي. يعني ان فرضنا ان صلاح الدين مصدق لاعب اساسي فكده كده اجباري جنب منه هيبقى في لاعب مصري. ده الكلام ده برضو بيتوقف لو صلاح الدين مصدق لاعب اساسي. يعني انت عندك دلوقتي من 2 ل 3 لعيبه مصريين داخل التشكيله الاساسيه. نيجي بقى عندك للباك الشمال اللي موجود فيه لاعب اجنبي زي بنتايج ولاعب مصري زي احمد فتوح، وزي ما قلت لك احمد فتوح لو رجع لمستواه هتبقى فرص المشاركه بين الاثنين متساويه. يعني برضو المركز ده وارد يكون فيه اجنبي او مصري. نيجي المركز الباك اليمين وده المركز الوحيد اصلا اللي صاحبه ضامن مركزه وهو عمر جابر المصري. تعال بقى خش على وسط الملعب اللي هيتكون من 3 لعيبه موجود منهم 9 كلهم مصريين. يعني بنسبه كبيره ثلاثي نص الملعب هيكون مكون من لعيبه مصريين، ولو دخل معاهم واحد اجنبي هيخش معاهم واحد من الاجنحه ممكن لفتره قصيره او في التشكيل الاساسي مش هتفرق، بس هيبقى عندك 2 لعيبه مصريين على اقل تقدير. ايه هو بقى المركز اللي ممكن بنسبه كبيره يشغله الاجانب؟ هو مركز الجناحين ومركز المهاجم الصريح، لان اغلب الصفقات الاجنبيه اللي جايبها نادي الزمالك هي في المراكز دي، سواء جناح شمال او جناح يمين او المهاجم الصريح. يعني التشكيله بتاعت نادي الزمالك الموسم اللي جاي هيبقى فيها مش اقل من 5 6 لعيبه مصريين. الا بقى لو انت يا كابتن خالد طلعت هتخترع اسلوب جديد تلعب بيه كره القدم وتعمل التشكيله كلها مكونه من اجنحه ومهاجمين، ولا هو حضرتك بتستكمل كلام مهيب عبد الهادي واحمد شوبير؟ احمد شوبير، هو احمد شوبير هيسكت؟ احمد شوبير يا سيدي طلع على قناه الاهلي في برنامج حارس الاهلي بيقول لك ان نادي الزمالك عنده حاليا 9 لعيبه اجانب، وده يا قلب اخوك بيضر جدا بالمنتخب المصري. كابتن احمد شوبير حاليا هو قلبه على المنتخب المصري، انما لما النادي الاهلي في اولمبياد باريس رفض انه يبعت محمد عبد المنعم وامام عاشور بحجه ان عنده مطوشه في الدوري الكحيان بتاعنا، كان ساعتها تيت المنتخب المصري. يا عم منتخب مصر ايه؟ مصر مين يا عم؟ الدوري بتاعنا اهم. انما حاليا عشان نادي الزمالك جاب 9 لعيبه اجانب اغلبهم اصلا في خط الهجوم فاصبح خطر على المنتخب المصري. ده على اساس اصلا ان منتخب مصر بياخد لعيبه من نادي الزمالك. ده انا يوم ما بيضربني الدم في التشكيله الاساسيه في منتخب مصر بيطلع لي لاعب او 2 زملكاويه، وبيتهيألي ان اللاعب او 2 دول انت خدتهم كمان. فاتمنى من الكابتن احمد شوبير اللي بيذيع برنامج على قناه الاهلي وبيعمل برنامج اسمه حارس الاهلي يخليه في الاهلي. يعني ما ينفعش ان القناه تبقى قناه الاهلي والبرنامج اسمه حارس الاهلي ويبقى المحتوى بتاعك كله عن نادي الزمالك. خلاص سميه بقى برنامج حارس الزمالك. بس بالنسبه لاخواتي الزملكاويه انا مش عايزكم تستغربوا من الكلام اللي هيتقال دلوقتي ده، لانه لسه هيزيد مع بدايه الدوري وهيزيد اكتر واكتر لو تجربه النادي الزمالك ان شاء الله ربنا كتب لها النجاح. ومش بعيد ان مع بدايه الموسم الجديد تلاقي تغيير في اللائحه بالنسبه للبند اللي بيحق للاعب الفلسطيني انه يقيد على انه مصري، سواء بتحديد العدد او بالغاء البند تماما. واحنا واجبنا ودورنا بقى دلوقتي ان احنا نتك قوي على الحته دي ونحاول نبرزها عشان لو لسه في عندهم دم ما يعملوش حاجه زي دي. وان احنا عارفين ان القصه اللي بتدور دي كلها بتدور حوالين ال3 لعيبه الفلسطينيين اللي النادي الزمالك جابهم لو ربنا ان شاء الله كتب لهم النجاح. وصدقني وخدها مني كلمه، ال3 الفلسطينيين بتوع الزمالك لو نجحوا وربنا كتب لهم النجاح في النادي الزمالك بنسبه كبيره البند ده هيتلعب فيه سواء في نص الموسم او في اخره. واظن كلنا شفنا يعني ان احنا عندنا اتحاد كوره برابطه انديه ما بتحترمش اللوائح قوي. يعني اللوائح دي ما هي الا مجرد خيط بيفصلوا بيه البدله اللي بيلبسوها على مقاسهم. بس سيب جو المؤامرات وجو السكريبتات ده وتعالى قول لي انت ايه رايك في سكواد نادي الزمالك اللي داخل بيه الموسم الجديد؟ وهل انت شايف ان السكواد ده هيقدر ينافس قوتين زي النادي الاهلي ونادي بيراميدز ولا مش هيقدر؟ وقول لي كده من توقعاتك، هل النادي الزمالك هيفنش كام في الدوري السنه الجايه وممكن ياخد كام بطوله من البطولات اللي مشارك فيها؟ ولو وصلت معايا لنهايه الحلقه فما تنساش الاشتراك لو انت لسه مش مشترك في القناه، ولو انت مشترك اوعى تنسى اللايك واكتب لي كومنت جميل بالحاجات اللي انا سالتك فيها. وبرضه يهمني رايكم، قولوا لي ايه رايكم في اول فيديو ليا على اليوتيوب،
وهل يجي مني ولا بلاش منها وخلينا على الفيسبوك والتيك توك احسن؟ عموما سواء اللي وصلت له على الفيسبوك او التيك توك او حتى ان شاء الله اللي هنوصل له على اليوتيوب، فهو كله بفضل دعمكم ليا. احلى اخوات واحلى متابعين.